يلا بينا النهاردة نعمل مع بعض الباستا فلورا. اسهل حلا ممكن تعمليه في البيت بمقادير مظبوطة وخطوات سهلة جدا، وتطلع معاكي من اول مرة مظبوطة جدا. يلا بينا نصلي على النبي ونقول بسم الله، وتعالوا نشوف المقادير مع بعض. في بولة هننزل بكوباية الا ربع من الزبدة تكون سايحة او بدرجة حرارة الغرفة، وربع كوباية من الزيت. كده معانا المادة الدهنية كوباية على بعض، ممكن تنصصيها برضو عادي جدا. هنضيف عليها نص كوباية من السكر، وهنبدأ نضرب بالمضرب الكهربائي لغاية ما الخليط ده يتضاعف ولونه يبقى فاتح زي ما انتي شايفة كده بالظبط. اول ما نوصل للمرحلة دي هضيف بيضة واحدة وكيس من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. بعد كده هرجع اضرب تاني بالمضرب لغاية ما البيض يختفي خالص. الخطوة دي كلها من البداية ممكن نعملها بمضرب الايد. وبس كده، شايفين القوام بقى كريمي ازاي؟ دلوقتي بقى هبدأ انزل الدقيق. هنزل ب3 كوبايات من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. وبس كده هبدأ اقلب بقى بالسباتيولا الاول، بعد كده هنضفها وهبدأ ألم العجين بإيدي. وزي ما احنا متعودين دايما أي حاجة من أنواع البسكوتات احنا مش بنعجنها، احنا بنلمها بس، لأن العجن في أنواع العجين دي بالذات بتخلي العجينة تنشف معاكي وتبقى المضغة نفسها ناشفة. خلاص كده هنلم بقى العجينة كويس قوي. بعد كده هبدأ أعملها زي الرول كده، وهقسمها ل3 قطع. قطعتين هنفردهم في الصينية، والقطعة التالتة دي باخدها واحطها في بولة وانزل عليها بمعلقة من الدقيق، وافضل افرك فيها لغاية ما تتفتت معايا وتبقى قطع صغيرة قوي. الطريقة دي احسن كتير من انك انت تحطيها في الفريزر وبعد كده تطلعيها وتبشريها فوق العجين. خلاص عملناها كده، بحطها على جنب لغاية ما افرد العجينة الباقية في الصينية. صينية عادية خالص مش مدهونة، وابدأ افرد العجينة واعمل لها حواف كده من على جنب. ولو عايزة الطبقة اللي من تحت تطلع سمكها رفيع بتجيبي شوكة وتعملي لها اخرام بالشكل ده. انا عن نفسي لا، بحبها عادي حتى لو تخنت شوية بتبقى حلوة. خلاص بعد كده هجيب المربى، اي نوع مربى انتي بتحبيه، وهنحط كمية حلوة في الطبقة دي. وبعد كده هجيب الفتات اللي احنا عملناها من العجينة، هبدأ ارشها كده على وش الصينية. وبس كده، وهدخلها فرن سخن على درجة 180. بتاخد معاكي نص ساعة، من 25 ل30 دقيقة، وبتكون جاهزة. بنستناها تبرد علشان تمسك نفسها، وبعد كده ابدأ اقطعها. جربوها وهتدعولي، طعمها بجد حلو قوي. واكيد استنى رأيكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من الوصفات اللي انا بعملها. بالهنا والشفا.